الجنرال ابن غبريط، أورد فيه حقائق لا تشرف هذا الرجل ولا الجزائريين. ليعود هذا المقال وبقوة مؤخرا بعد تنصيب نورية بن غبريط على رأس قطاع التربية، التي ردت بحوار في الجريدة على منتقديها ودافعت عن جدها بأباطيل يقول الكاتب الحسني، منها أنه بنى مسجدا بباريس وأنه رجلا عظيما، والحقيقة يقول هي أن فرنسا من أسست ذلك المسجد على غير تقوى، ونصبت بن غبريط إماما له فكان فضيحة للجزائر كما قال العلامة ابن باديس. هذا الموضوع تفاعل معه رواد موقع الشروق أونلاين، فأحدهم قال أن بن غبريط ليست وحدها من تحمل هذه الصفات وتتميز بهذه المواقف الغير مشرفة، فأمثالها يقول بالمئات والآلاف وهم موزعون عبر الهيئات والإدارات ويتحكمون في أبناء الجزائر، ومن عينوهم في هذه المناصب على دراية بتاريخهم وانتماءاتهم وميولاتهم. كما تساءل آخر فيما إذا كانت بن غبريط عبارة عن فوبيا حقيقية وأصولها مشكوك فيها، فما الذي قدمه بن بوزيد العربي الأمازيغي القح لمنظومة تربوية وهو من ألغى شعبة العلوم الشرعية؟ أليس بن بوزيد هو من رفع حجم تدريس مادة الفرنسية بل جعلها إجبارية من السنة الثانية ابتدائي؟ أليس هو من فرنس مادة الرياضيات من الابتداء إلى غاية البكالوريا؟ فالقضية ليست غبريطية أو بوزيدية يقول، بل هي أعمق من ذلك بكثير. لكن آخر قال أنه لا داعي لإثارة النعرات، فالوزيرة تبدو مرأة صادقة وهي جزائرية وقد يأتي منها الخير الذي لم يأتي من غيرها، ومن العار أن نحاسبها بما فعل أجدادها. أما آخر فرد عليه بقوله أن من لا يتقن لغتنا لا يرقى أن يكون حكما علينا أو معلمنا. ثم أليس من الغريب يقول أن باحثة في الأنثروبولوجيا لا تعلم أن جدها عميلا لفرنسا وخادما لليهود حتى تقول أنه كان رجلا عظيما. عبد الهادي خربوش، هنا الجزائر. للاستفاضة في هذا الموضوع ينضم إلينا عبر الهاتف الكاتب الهادي حساني. مساء الخير شيخ حساني. أهلا وسهلا، مرحبا. أهلا بك شيخ حساني. سبق وأن كتبتم بالتفصيل عن جد وزيرة التربية بن غبريط وعدتم لتكتبوا في نفس الموضوع. أنتم شرحتم الأسباب حتى عدتم للكتابة في الموضوع بعد أن قالت الوزيرة إن جدها رجل عظيم، لكن ربما يقول البعض أنه حتى ذلك أصولها لا تمنحها من الاستوزار. كيف تعلقون على ذلك؟ بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، والشكر لجريدة الشروق ولقناة الشروق. أولا الذين المشكلة كما يقول الإمام بن باديس، معليش أنا نحب بن باديس لوطنيته ولعلمه، يقول قوم لا يقرؤون أو يقرؤون ولا يفهمون أو يفهمون ولا يتأملون ثم يسارعون فيغضبون. أنا لم أقل أصول هذه المرأة شرقية أو غربية أو شمالية، ليس ذلك هدفي، لكن هي قالت كلاما رأيت أنه غير مطابق للحقيقة، فكان علي أن أرد. والدليل على أنني لا أستهدفها هي شخصيا، وأنني بدأت المقال بالقرآن الكريم الذي لا كلام فوقه، بأنه لا تزر وازرة وزر أخرى، وأنه ليس للإنسان إلا ما سعى. فإذا هؤلاء الذين شخصوا القضية يا إما لم يقرأوا أو لم يفهموا أو لم يتأملوا كما قال الإمام بن باديس. نعم، لكن شيخ حسن، ميزتي أختي الكريمة، أنا ميزتي أنني لا ألقي الكلام على عواهنه. يعرفني الناس الذين يتفضلون بمتابعتي عبر جريدة الشروق أو في دروسي العامة أنني آتي بمراجعي ومصادري حتى لا أتهم. حتى من خلال المقال استشهدتم من خلال الكثير من ما كتب ونشر سابقا. نعم، قلت حتى من خلال المقال نلاحظ أنكم استشهدتم بما كتب وقيل سابقا. لأنني يا أختي الكريمة أنا إن شاء الله ممن يلتزمون الإسلام فيما يقول ويكتب. وأنا أعرف أن رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إن كثيرا من الناس سيكبون على وجوههم في نار جهنم بسبب حصائد ألسنتهم.
انا مانيش قاعد في قهوه ونطوق في الكلام. نعم. طيب شيخ حسني، لكن كلام مناقض للحقيقه، فكان علي وفاء لضميري العلمي ولكرامتي ان لا اجعل هذه المعلومه الخاطئه تمر. نعم، يعني قد تكون هذه الوزيره من انجح الوزراء او لا تكون كسابقتها، انا لا يعنيني، انما قالت كلمه وقفت عندها استسمحك شيخ حساني، لكن يعني منذ التغيير الحكومي لا تزال اصول هذه الوزيره تثير الكثير من الجدل، وربما هو يشغل الناس على وزارات اخرى وقطاعات اخرى ربما اكثر حساسيه واكثر اهميه، اليس ذلك ربما مستهدفا او مقصودا؟ هذا يسأل عنه كل من كتب شيئا أو قال شيئا. نعم. في أصول هذه السيدة أو في أصول غيرها. أنا مسؤول عما كتبت، والدليل على ذلك أولا أنني كتبت عن سي بن غبريط هذا قدور منذ 4 سنوات دون أن يخطر ببال أحد أن حفيدته ستكون وزيرة، وكذلك منذ جاءت منذ 4 أشهر لم أشر إلى جدها ولا إلى عائلتها ولا رغم هناك من يعني تساءل لماذا لا. قلت له أنا كتبت شيئا علمته منذ 4 سنوات، أنا لست أتصيد الناس. نعم، إذن هي يعني المقصود مما كتبتموه هو تصحيح فقط وليس يعني ليست المسألة شخصية. أبدا، أنا ما الذي لا أعرفها ولا أعرف أحدا من أسرتها، وكما يقول ربي كل امرئ بما كسب رهين. لكن أنا يهمني معلومة أعرفها. نعم. وجاءت مغالطة الهدف واضح جدا شيخ حساني، لكن اسمح لي، لعل هذا السيدة هذه نفسها غلطوها. نعم. يعني تفخر بجدها كعلاقة شخصية لها ذلك، أما أن ترفعه إلى هذا المقام العظمة ودار مسجد في باريس وكذا، هذا ما يجافي الحقيقة. ولذا نقول لك في كثير من الناس الشرفاء دعوا، ومنهم محمد إقبال، دعوا لحضور حفل افتتاح مسجد باريس فرفض وقال هذا لا يمكن أن يكون معبدا لله، لا يمكن أن نقطة أخيرة من فضلك شيخ حسني، نقطة أخيرة فقط. ربما الكثير ممن قرأ المقال على موقع الشروق أونلاين وعلى جريدة الشروق تفاعل معكم، لكن يعني تفاعل بشدة لدرجة أنه أصبح ضد الوزيرة. ربما في هذه النقطة توضحون أنه حتى وإن كانت أصولها بين قوسين أو بين مزوجتين مشبوهة، لكن قد تكون كما قلت من بين أحسن الوزراء، وأيضا هناك وزراء من يعني ممن أصولهم يعني لا تشبه أي شائبة، ولكن على سبيل المثال نتحدث عن شكيب خليل أو وزراء آخرين لطخوا سمعة الجزائريين والمسلمين أيضا. أنا ما تكلمت عن أصول شكيب خليل، ولكن الذين قالوا إنك سكت عن فلان أو عن فلان، أنا أتكلم عن اللصوص في كل مستوى من مستويات الجزائر، وأتكلم عن الذين يخونون الوطن ويخونون الدين ويخونون العربية لسان الشعب الجزائري، هذا كلهم تكلمت عنهم. ولكن أنا لا دفعتني لأسأل سؤال آخر الشيخ حساني. ربما الوزيرة تحاول التحدث باللغة العربية لكنها لا تجيدها، هل يجب أو يطلب منها أن تتحدث باللغة الفرنسية التي تجيدها، أم أن يعني تواصل حتى تتعلم اللغة العربية؟ هذا والله إلا رب عذر أقبح من ذنب. الجزائر ماهيش خالية حتى تجد من بين أبنائها من أي مكان، وأنا أساءني كثيرا بعض السفهاء الذين قالوا إنني أدعو إلى الجهوية وإلى الفتنة. أنا أقرب مدينة إلى المدينة التي نشأت فيها، أنا نشأت في جيجل، وأقرب مدينة إليها هي القل، ولم أزورها لحد الآن، بينما زرت أقصى مدينة في الغرب الجزائري وهي تندوف. لعنة الله على من يفرق بين الجزائريين بهذه الجهوية. ولكن يعني كان يمكن أن لو عاش الجزائريون يذهبون أميين إلى فرنسا، يعيشون عاما في فرنسا، يتكلمون الفرنسية كالفرنسيين. فلو بذل مجهود بسيط من هذه السيدة ومن غيرها
والذي قال لي في تعليقاته بانك لم تعلق على زرهوني هذا ماهوش عايش في الجزائر، وقد علقت على زرهوني. مثال بسيط، وزيرة الثقافة السابقة خالدة تومي كانت يعني لا تجيد التحدث باللغة العربية، هي أمازيغية لكنها تعلمت العربية وأتقنتها. ماذا بينا تتعلم، ولكن القضية ماهيش لغة برك، قضية لغة وقضية توجه فكري. نعم. هذا ما كان. نعم، والتمسك باللغة العربية ونصرتها أيضا. الشيخ احنا اللي عنده غيرة على هذه البلاد يغار على ثوابتها. نعم. تعطيني نعطيك كلمة، اسمحي لي اختي الله يعيشك. تفضل. عندما جاك توبون دار قانون التخطئة والتغريم من يتكلموا الفرنسية، من يستعملوا الفرنسية في الإشهار في فرنسا، وأيده جاك لونغ اللي هو وزير الثقافة الذي سبق في فرنسا. قيل لي جاك لونغ كيف تؤيد قانونا أو قرارا أصدره واحد خصمك سياسي؟ قال في قضية اللغة ليس هناك خصومة سياسية، ما يقوله من يدافع عن الفرنسية من أي اتجاه فأنا معه. نعم، وصلت الفكرة.